بيبدأ فيلمنا سنة 1989 في واحدة من المدارس الثانوية في أمريكا، وفي قاعة كرة السلة بنشوف المدرب وهو بيبلغ مايك أفضل لاعب في الفريق إن في مكتشف للمواهب هيجي يتفرج عليه في مباراة النهاردة، ولو عجبه هيختاروا للمنحة المجانية واللعب مع فريق الكلية. فبيوعدوا مايك إن هيبذل أقصى جهده في المباراة دي، وبيطلب منهم المدرب إنهم يتصوروا صورة جماعية للفريق. فبيقول لهم مايك يستنوا زميلهم ند، لكن باقي الفريق بيتريقوا عليه وبيقولوا له إن هو مجرد واحد مسؤول عن المَيّة مش أكتر. فبيقول لهم مايك إنه جزء من الفريق، وبييجي ند والكل بيضحك عليه بسبب لبس المسرح اللي كان لابسه وبيتصوروا كلهم. ولما بتيجي وقت المباراة بيلاقي مايك حبيبته سكارلت واقفة بعيد، فبيروح يتكلم معاها فبتقول له إن هي حامل. فبيرجع تاني للملعب وبيبتدي الماتش، لكنه بيكون سرحان في الخبر اللي قالته له وبيشوفها وهي ماشية، وفي الوقت ده بيكون هيسدد هدف لكنه بيسيب الكورة وبيجري وراها وبيلحقها. ولما بتقوله إزاي يسيب المباراة وإنه كده بيتخلى عن مستقبله، فبيقول لها إن هي وابنه الجاي مستقبله. بعد كده بننتقل للوقت الحاضر وبنشوف مايك وهو بيصحى من النوم، بعدين بيلبس وبيفطر مع صاحبه نيد، ومن الواضح كده إن هو كان بايت عنده لأن سكارلت مراته طردته من البيت، وكمان عنده مشاكل مع ولاده. بس نيد بيقوله إن لسه في شيء إيجابي هيحصل، وهو إنه هيترقى النهاردة في شغله. وفعلا بيوصل مايك الشغل وبيبقى مستعد إنه يسمع إنه بقى مدير المبيعات، لكنهم بيختاروا زميلته ويندي، وبيقول لمديره إن بقاله 16 سنة شغال وإنه الأكفأ والأحق بالترقية، وبيمشي وهو غضبان جدا. وبيروح على مدرسته لأنها هي نفس مدرسة ولاده، وبيدخل قاعة كرة السلة وبيفتكر قد إيه كان موهوب وإزاي تخلى عن موهبته ومستقبله في إنه يكون لاعب محترف وكمان طالب في الكلية علشان خاطر سكارلت. وبيشوف الصورة اللي تصورها هو وفريقه، وبيجيله عامل نظافة بيكون لسه فاكره وبيقوله قد إيه كان لاعب موهوب ومحترف، وبيسأله إذا كان نفسه الماضي يرجع تاني. فبيقول له مايك يا ريت. فبيقول له متأكد؟ فبيرد مايك عليه أيوة طبعا، وبيضرب الجرس وبتخرج بنته ماجي اللي بتستغرب من زيارته ليها في المدرسة. فبيقول لها إنه قال يفوت عليها ياخدها هي وأخوها ياكلوا آيس كريم، وبيبص وراه بيلاقي عامل النظافة اختفى، وفعلا بيخرجوا معاه وما بيكونوش مبسوطين وكل واحد مشغول مع نفسه. فبياخدهم مايك وبيروحوا على البيت، ووقتها بيلاقي سكارلت بتتخلص من حاجات كتيرة كانت موجودة في الجنينة. فبيقول لها مايك إن لسه أسبوعين على ما الطلاق يتم. فبتقوله إن هي زهقت طول ال 18 سنة اللي بيلومها فيها إنه تخلى عن مستقبله علشان خاطرها، ولولا كده كان زمانه مشهور وغني. فبيطلب منها مايك إنها تحط نفسها مكانه وإزاي يتخلى عن مستقبله كله علشان خاطرها. فبتقوله إن هي ما طلبتش منه يعمل كده. فبيقول لها مايك بس هو خلاص عمل. فبتقول له إنها مش هتطلب منه إنه يعمل لها أي خدمات تانية بعد كده. وبتيجي صاحبتها فبتدخل معاها البيت وبتسيبه لوحده بره، وبيركب مايك عربيته وفجأة الدنيا بتمطر، وبيلاقي فوق الجسر واحد عايز ينط، وبيكون هو نفسه عامل النظافة اللي قابله النهاردة في المدرسة. وفجأة بيختفي من قدامه فبيروح يشوفه لكن بيلاقي دوامة في المية، وبيرجع على بيت نده بتكون هدومه كلها طينة. فبيروح علشان يغسل نفسه، بس لما بيبص في المراية بيتصدم لأنه بيلاقي قدامه صورته وهو صغير. فبيتصدم وبيصرخ وبيصحى ند على صوته، ولما بيشوفه بيبقى عايز يضربه لأنه بيفتكره حرامي. وبيحاول مايك يقوله إن هو نفسه صاحبه مايك، ولما ما بيصدقهوش بيبدأ مايك يقوله على أسرار عنه ما يعرفهاش غيرهم هما الاتنين، لكن برضه بيفضل يضربه لحد ما بيمسك صورتهم وبيكتشف إن اللي قدامه ده هو فعلا مايك صاحبه. وطبعا ند ما بيكونش مصدق اللي شايفه، وبيسأله إذا كان في أي إشاعة جه عليه، وبيفضل ند يدور في الكتب عن أي حالة تشبه الحالة اللي مايك فيها، حتى إنه قال له إنه ممكن يكون ده سحر، وبيقول له إن ده اسمه التحول الروحي، واللي بيكون عن طريق المرشد الروحي بتاعه واللي بيكون عايز يوجهه للطريق الصحيح. وقتها بيفتكر مايك عامل النظافة وبيروحوا بسرعة على المدرسة هما الاتنين علشان يدوروا عليه، وبيفضل مايك يسأل كل الطلبة عن عامل النظافة لحد ما بيلاقي عاملة نظافة فبيسألها وبتقوله إن هي لوحدها اللي شغالة. فبيقول لها أوصاف الراجل العجوز لكنها ما بتعرفوش، وبيشوف مايك ابنه أليكس فبينادي عليه لكنه ما بيردش عليه وبيمشي وبيسيبه. وبيروح مايك لند وبيقول له هو فهم ليه اتحول وعارف المرشد الروحي عايزه يعمل إيه بالظبط، وهو إنه يرجع طالب ثانوي علشان يحقق كل الأحلام اللي اتخلى عنها زمان. فبيقول له ند استحالة إن المرشد الروحي يكون عايزه علشان حاجة بسيطة زي دي.
فبيقول له مايك إن من سنة 1989 ما عملش أي حاجة ليها قيمة ودي فرصته، فبيطلب منه ند إن ما يدخلهوش في الموضوع ده لأنه ما صدق خلص المدرسة وخرج منها. شوية وبنلاقي ند واخد مايك ورايح يقدم له في المدرسة على إنه ابنه مارك، وبيقول له ند إيه اللبس اللي هو لابسه ده. فبيقول له مايك إن دي أحدث موضة، وبيقوموا علشان يدخلوا للمديرة فبيخبطوا في طالب اسمه ستان وواضح كده إنه بتاع مشاكل، ولما بيدخلوا ويقابلوا المديرة جين بيبقى واضح جدا إن ند معجب بيها، ولما بتشوف الصور بتاعت مايك والأوراق اللي عملها له ند بتوافق على طول إنه يلتحق بالمدرسة. وبيخرجوا من أوضة المديرة وهم مش مصدقين إنهم قدروا فعلا ينجحوا في خطتهم. وأول ما بيشوف مايك أصحاب بنته ماجي بيحاول يكلمهم لكنهم بيتريقوا على لبسه وبيمشوا ويسيبوه، وبيقول له ند إن زي ما كان بيحمي ظهره زمان فهو دلوقتي هيرد له الجميل وهيبقى أب ليه. وبيقول له أول حاجة لازم يعملوها إنهم يعملوا شوبينج. وبيوصل تاني يوم مايك للمدرسة بعربية مودرن وبلبس شيك جدا بيخلي كل الموجودين يبصوا عليه. وبيدخل الفصل بس بيجيله اتصال من سكارلت وبتكون متعصبة وبتقوله إزاي ما يجيش جلسة الطلاق بتاعتهم. فبيقول لها إنه مضطر يسافر بره البلدة وإنها مش هتقدر تاخد منه حضانة أولادهم. فبتقول له إنه من إمتى كان قريب منهم، فبيقول لها إنه أقرب ليهم دلوقتي مما تتخيل، وده لإنه بيكون في نفس الوقت بيبص على بنته ماجي اللي بتكون زميلته في الفصل. بعد كده بيطلب من سكارلت إنها تأجل الميعاد وبيقفل معاها المكالمة وبيشاور لماجي، فبتسأل صاحبتها ليه الطالب الجديد بيشاور لها. بعد كده بيروح مايك لقاعة كرة السلة وبيبدأ يتدرب تاني، وبيناديه المدرب مارفي اللي كان بيدربه زمان. فأول ما بيشوفه مايك بيقول له هو لسه موجود، فبيستغرب مارفي لكن مايك بيقول له إن هو يقصد إنه أسطورة ومشهور جدا. فبيقول له مارفي إن دي آخر سنة ليه، وبيقول له إن هم محتاجين لمدافع وبيطلب منه إنه يشترك معاهم. وأول ما بيخلص مايك بيتصل بند وبيقول له إن المدرب مارفي ضمه لفريق كرة سلة، فبيقول له ند إن دي فرصته علشان يمشي في الطريق الصحيح مرة تانية. وبيقفل معاه مايك بس بيسمع صوت في الحمام اللي جنبه وبيلاقي ابنه أليكس مربوط، فبيسأله مين اللي عمل فيه كده، فبيقول له أليكس فريق كرة السلة. فبيستغرب مايك وبيقول له إزاي وهو واحد منهم. بعد كده بيعرف مايك نفسه بإنه يبقى ابن عمه ند صاحب باباه وبيفكوا، وبعد كده بيتعرفوا على بعض. وبيقول له أليكس إزاي ما شافوش كل الوقت ده، وبيقعدوا علشان ياكلوا. وبيلاحظ مايك إن أليكس معجب بزميلته وبيقول له إن اسمها نيكول وإنها رئيسة المشجعين علشان كده عمرها ما هتبص لواحد زيه. فبينسى مايك وبيقول له إن أول مرة يقابل فيها أمه كان متوتر جدا، فبيستغرب أليكس وبيسأله هو قابل أمه فين. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيدخل ستان، فبيقول أليكس إن هو بيكرهه جدا، فبيسأله مايك إذا كان ده هو الشخص اللي ربطه، فبيقول له أيوه هو، وبيقول له أليكس إن هو صديق ماجي. فبيتصدم مايك وبيقول له ما كانش يعرف إنه ماجي ليها صديق. وبيجي ستان يرخم على أليكس فبيقوم مايك وبيرد عليه وبياخد منه الكرة بتاعته وبيكسفه قدام كل الطلبة وبيخليهم يضحكوا عليه. وبيرجع مايك لبيت ند اللي بيسأله تعلم ايه النهاردة في المدرسة، فبيقول له انه اتعلم انه اب سيء وعرف ان ابنه الكل بيستضعفه وبيتنمروا عليه وبنته مصاحبة شاب فاشل. فبيقول له ند ان هو قال له ان الرجوع للمدرسة حاجة مش كويسة. فبيقول له مايك ان هو هيحاول يصلح مشاكل ولاده الاول وبيقوم يمشي. فبيسأله ند رايح فين، فبيقول له ان ولاده محتاجينه وبيروح لأليكس البيت وبيلاقيه بيلعب كرة سلة وبيكتشف إنه موهوب جدًا. فبيقول له مايك إن لازم يكون في الفريق، وبنلاقيهم وهُم واقفين بتيجي سكارلت هي وصاحبتها، وبيعرّف أليكس مايك إن اسمه مارك، وإنه يبقى ابن عم ند. وأول ما بتشوف سكارلت بتقول له إن هو يشبه جوزها جدًا، فبتقول لها صاحبتها إنها لازم تنسى مايك وتتعرّف على حد يفهمها. وطبعًا الكلام ده بيضايق مايك فبيحدفها بالكورة وبيفكّرها إن سكارلت لسه متجوّزة وإن نصيحتها ليها مش في محلها. وتاني يوم بيروح مايك المدرسة وبيتخانق مع ستان لما بيلاقيه بيقرب من بنته ماجي، بس للأسف بيضربوا ستان وبيصوروهم والكل بيشوفوهم. وبيجي ند لأن المديرة استدعت ولي أمر مارك. وبعد المدرسة بيروح مايك لسكارلت وبتبقى مستغربة من الشبه اللي بينه وبين جوزها وبتقول له إنها هتاخد وقت على ما تتعود على كده، وبتسأله إذا كان فعلا ابن ند وبيسألها إذا كانت بتعمل حاجة، فبتقوله إنها بترتب جنينة البيت الخلفية من جديد وبتسأله إذا كان يحب يشوف اللي عملته فيها. فبيوافق على طول وبيدخل معاها الجنينة وبتبدأ تشرح له هي هتعمل إيه. فبيقول لها مايك إنها هتبقى جميلة جدا وبيناديها بسكار. وهنا بتستغرب سكارلت لأن مايك هو اللي بيناديها بكده، وبيعرض عليها مايك إن هو يساعدها. وبيبدأ مايك يساعد أليكس في تدريبات كرة السلة ويساعد سكارلت في ترتيب الجنينة، وفي نفس الوقت بيراقب ماجي وستان. وبينجح أليكس إنه ينضم للفريق بمساعدة مايك، وبتفرح سكارلت جدا بالخبر ده وبتاخدهم تفرجهم على الجنينة وبينبهر مايك جدا باللي عملته.
بعد كده بتقول لمايك إن عندها ميعاد ولازم تمشي، فبيسألها مايك ميعاد إيه، فبتقول له حفلة رقص، وبيشوفها وهي بتتدرب مع نفسها فبيطلب منها تعلمه. وبعد كده بيجي الشخص اللي هتروح مع الحفلة، فبيحاول مايك يمنعها وبيقول لها إزاي تروح مع شخص غريب وتسيب عمه مايك، فبتطلب منه يسكت وبتديله أوراق علشان ندي يوصلها لمايك، وبتبلغه إن جلسة الطلاق هتكون يوم 27 في الشهر ده، وبتشكره وبتخرج بسرعة. بعدها على طول بيلاقي ماجي خارجة بسرعة، فبيسألها رايحة فين، فبتقوله لحفلة جيمي، فبينادي على طول لأليكس علشان يروحوا هما الاتنين الحفلة. وأول لما بيوصلوا وبيشوف أليكس نيكول بيحاول يستخبى، لكن مايك بيجبره إن هو يروح يكلمها، وبيبقى مضطرب جدا والنار بتمسك في هدومه، وبيفضل مايك يدور على ماجي لحد ما بيلاقيها وبيروح يقعد معاها. فبتسأله عايز إيه منها، فبيقول لها إن هو عايز يتكلم معاها عن ستان وإزاي هي تحب واحد زيه. فبتقول له ماجي إزاي يتكلم عنه كده، هو حتى ما يعرفوش. فبيقول لها إنه يعرفه كويس جدا، ويعرف كمان إن هي بتستعد علشان تدخل جامعة جورج تاون. فبتقول له إنها مش هتروح الجامعة دي وهتروح تسكن مع ستان بعد التخرج من المدرسة الثانوية، وإنها هتدخل الجامعة القريبة من بيته علشان يفضلوا مع بعض للأبد. فبيقول لها مايك إنها بتحلم وعمرها ما هيحصل كده، وإنه عمره ما هيسيبها تضيع مستقبلها. وبيقول لها كمان إنه بيمنعها إنها تخرج مع واحد زي ستان. فبتقول له ماجي إذا كان فاكر نفسه أبوها وبتسيبه وبتمشي. وفي اليوم اللي بعده بتروح سكارلت مع صديقها الجديد يحضروا أول مباراة لابنها أليكس، وبتسرح سكارلت شوية فبيسألها صديقها سرحت في إيه، فبتقول له إن بقالها كتير ما جاتش المكان ده، وآخر مرة كانت موجودة لما جوزها طلب إيديها. وبيبدأ الماتش وبيكون فريق مايك متقدم جدا وأليكس بيلعب بشكل رائع، وسكارلت بتشجعهم. في نفس الوقت بيروح ند وبيطلب من المديرة جين إنهم يتغدوا سوا، فبينتهز مايك الفرصة وبيعزم الكل في بيته، أو بمعنى أدق بيت ند. أما ماجي فبتكون قاعدة لوحدها بتعيط، وبيدور عليها مايك لحد ما بيلاقيها وبيسألها إيه اللي حصل، فبتقول له إن ستان سابها، ولما بتحاول تقرب منه بيتهرب منها وبيعزمها على حفلته. وفي الحفلة بيروح لهناك ستان وبيحاول يرجع لماجي، لكنها بترفض وبتقول له إن بقى لها صديق جديد. ولما بيشوفوا مايك بيطلب منه يمشي، لكنه بيتكلم بطريقة مستفزة عن ماجي، فبيتخانق مع مايك، لكن للأسف بيضربه تاني. ولما بيفوق بيلاقي ماجي جنبه، فبيقول لها إنه بيحب واحدة تانية. بعد كده بنشوف سكارلت رايحة تدور على أليكس في الحفلة، وبتقول لمايك إنه ما بيردش على الموبايل، فبيقول لها إنه كويس وفي آخر الحفلة هيكون له صديقة. وبيرجع نت هو وجين على البيت، فبيتصدموا من المنظر اللي شافوه، وبيحاول ند إن هو يكلمهم لكن محدش بيسمعه ولا بيرد عليه. فبتتدخل جين وبكلمة واحدة منها الكل بيخرج. أما مايك فبينسى نفسه وبيحاول يقرب من سكارلت فبتضربه، فبيعترف لها إنه جوزها وأبو ولادها، لكنها بتمشي وبتسيبه. وبتشوفه ماجي فبتضربه هي وأصحابها، وبتمشي جين وبيضربه ند هو كمان، وبيحاول إنه ينظف الفوضى اللي عملها مايك وأصحابه. لكن مايك بيكون حزين وبيقول إنه فقد عيلته، فبيقول له ند إنهم ما بقوش محتاجينه. فبيقول له مايك لكن هو محتاجهم، فبيفكروا ند بميعاد الجلسة وإنها بعد 22 دقيقة. وبسرعة بيروحوا هما الاتنين على المحكمة، ولما بيحاول ند إن هو يتكلم بيخرجوه. بعدها بيحاولوا يخرجوا مايك، لكنه بيقول إن معاه رسالة من مايك، فبتطلب سكارلت إنها تسمع الرسالة. وبيقرا مايك الرسالة وبيفكر سكارلت بأول مرة اتقابلوا فيها، وإنه كل السنين دي بيرمي عليها اللوم وبيحملها أسباب فشله، لكنه بيحبها. بعد كده بياخدوا مايك وبيخرجوا، بتطلب سكارلت تأجيل الجلسة. ولما بتمسك الرسالة اللي كانت بيقرا منها مايك ما بتلاقيش أي حاجة من الكلام ده مكتوب فيها. ولما بيروح مايك بيفضل يتمرن، فبيقول له ند إن هو مصر إنه يفوز بالمنحة الدراسية، فبيقول له مايك إنه ده كان حلمه وكده كده هما مش محتاجينه، يقصد عيلته يعني. وقبل المباراة بتتفرج سكارلت على ألبوم صور المدرسة الثانوية، وبتشوف صورة مايك وبتلاقيه سايب لها رسالة مع الدبلة بتاعته، وبيقول لها فيها إن هو كان نفسه يكمل كل الحاجات اللي بدأها. وبتناديها ماجي علشان يروحوا للمباراة، وبتشوف سكارلت مايك فما بتقدرش تكمل وبتقوم بسرعة. وبيتعاد نفس المشهد مرة تانية، وبرضه مايك بيختار سكارلت وبيدي الكرة لأليكس وبيروح وراها، ووقتها بيرجع تاني لسنه وشكله الطبيعي. وبتقول له سكارلت إنه ما كانش مضطر يجيلها مرة تانية، فبيقول لها لأ كان لازم يجيلها لأن هي أفضل اختيار هو اختاره، بس هو نسي. وبيطلب منها فرصة تانية، وكمان بيتعين مايك مدرب لفريق كرة السلة في مدرسته، وبكده يكون قدر إن هو يلاقي طريقه الصحيح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتشترك معانا في القناة وتفعل الجرس، وتقول لنا في التعليقات عن أي أفلام أو مسلسلات حابب إن احنا نلخصها لك الفترة اللي جاية.